عاشت إذن ليلة البارحة العديد من النساء وكذلك الشيوخ المشردين وحتى الشباب في مقتبل العمر عاشوا الليلة قاسية بسبب سقوط الأمطار التي اجتاحت العاصمة، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى المبيت بالأرصفة تحت العمارات تهربا من برد الطقس وتهاطل الأمطار. هشام شريف طاف بشوارع العاصمة وجاءنا بالتالي. الليله الخطره الاولى الليله تاعي هنايا مورفه عند صحاباتي مورفه كل خطره وين مرت بابا ولادها يضربوني وخرجوني من الدار. صافي لازم نحوس خدمه باش نروح نكري على بالي البرد مرض والصحه تروح كي ما تكونش صحه كيفاش تخدم تما شغل جاب لك ربي باللي انا حبيت ولا واش تقدر يعني واش هو السبب اللي خلاتك تجي هون وتبعد برا؟ هكذايا نتمشى انا من الحق راني مريح. وعلاش ما رحتش لدارك والله؟ هي قلت لك الدار كيفاش احكي لي كيفاش دار ما دارت معاهم مانيش مليح معاهم ولا كاين البرد ماشي عبد انا ما نبرد. لا هو الحال هذا يضرهم بزاف، يضر اي انسان يضره، انا يضرني هما ميت نضروا يا حليل بزاف. ديجا راك تشوف خونا وبايت هنايا حتى للصباح، دوك انت كنت تقعد نص ساعه هنا يقتلك البرد، تركب في السياره وتروح. راني نشوفوا فيهم يباتوا برا بارتو، الجي معمره بهم منا، وراني نشوفوا فيهم زعما حالتهم تشوف، حالتهم تغيض منا، ومش عارف نتمنى السلطات يشوفوا فيهم وياخذوهم بعين الاعتبار ويديروا لهم حل ان شاء الله. وأكدت وزيرة التضامن سعاد بن جاب الله أنه تم اتخاذ عدة تدابير هامة بخصوص المتشردين والمتسولين الذين يبيتون في الشارع خلال هذا الشتاء، من خلال فتح مختلف المراكز مع تخصيص أطباء وأخصائيين في مختلف المجالات. لهذا الناس هذو اللي متشردين في الشوارع عندنا احنا المراكز اللي باش نتكفلوا بهم، نديوهم ياكلوا يشربوا. هما كاينين صنفين في هذا الناس هذو، كاينين الناس اللي في ظرف خاص، مرأة متطلقة ما لقاتش وين تروح، طفل في سن المعاقة عنده مشاكل مع خرج. هذو ناس احنا كاين في المراكز تاعنا كاين المرافقه لاعاده ادماجهم، يا اما في الاسره نتاعهم يا اما بالعمل يا اما يعني نحاولوا باش نلقاو لهم حلول حسب الظروف، حسب يعني الامكانيات اللي عندنا.